لا شوف، لا شوف سي اخنوش، هو نتيجه اقتصاد الرعايه. زعما هاد الكلام الفارغ ديال انه مقاول، انا لا اعتقد انه يستحق نعت المقاول، لانه المقاول يجازف ويخاطر، وهو لا يجازف ولا يخاطر. لماذا؟ لانه اولا هو كشخص هو ورث، وداك التنميه باش تزاد افريقيا اقوى الى اخره، دارت في ظل النظام المخزني. ونقدر نقول لك بتدقيق شنو هما العمليات. راه تكلمت على مؤخرا. القضيه ديال راه افريقيا كانت ما كانتش هي اكبر موزع ديال هادشي ديال البنزين وهذا، وديال الستوكاج ديال الغاز وهذه، راه كانت سوميبي ديال مجموعه امهال. وتعسفا البنكه ديال الملك التجاري وفا بنك، اللي كان فعلا، لان هذه من المشاكل. شي بحال دابا احنا رجعنا ليه. انا كنت كنعتبر بالخصوص، انا خدمت في وفا بنك. انا راه اول خدمه خدمت في حياتي هي في وفا بنك. وفا بنك كتعرف واحد القضيه، سعيد السعدي دار واحد، كان الا كنتي تعرفوا سعيد السعدي ديال بي بي اس، هو اللي كان وزير سابق. كان هو اقتصادي، وكان دار الاطروحه ديالو ديال الدكتوراه، كان دارها على المجموعات الماليه الكبرى. وهذا كتاب مهم جدا، انا الى لقيتوه، لان دابا ما موجودش، خرج اعتقد في 1986. وكان كيبين انه انه المجموعه الماليه الوحيده، هادشي كنهضر لك على الثمانينات، انذاك اللي كانت مجموعه اللي تبنات ماشي في ظل المخزن، اللي تبنات شيء، لان اي مجموعه في نظام سلطوي راه لا بد خاص، الا ما قبلاش المخزن راه ما غاتكونش باغ ديفينيسيون، واش فهمتي. ولكن اللي كانت عندها واحد شي شويه د الاستقلاليه في النمو ديالها هي مجموعه وفا بنك، هي مولاي عليك الثاني. الاخرين كلهم اما دازوا بالقضيه ديال لا موروكانيزاسيون، ولا ان الدوله لعبت واحد الدور كبير في التنامي ديالهم. المجموعه الماليه الوحيده اللي هذا السيد اللي انا كنعتبره اقتصادي ماهر وتعرف اش يدير، السي سعيد السعدي، كيقول ان المجموعه الوحيده الدراسه ديالو كيقول اللي خرجت هذا. فبالنسبه لي شي نهار التجاري شرات وفا بنك، انا بالنسبه لي زعما كانت هذه دليل قاطع اخر على انه هاد الناس راه ما باغيينش شي التغيير. لانه ملي عندك مجموعه مقاوله شي حقيقه، مشيتي استوليتي عليها انت، المجموعه ديال الملك مشات استولات عليها وشراتها بها باش ولات تجاري وفا بنك. شنو هو المشكل الاخر؟ ملي كيكون عندك سلطه سياسيه التي لا تنازع في مواقفها والتي لا تحاسب، تدخل في هذا. انا غندخل معك بتدقيق في البنك. اشنا هي بنكه؟ ملي كتحلل اشنا هي بنكه اشنا هو الثراء ديال البنك؟ ملي كتجي القوه ديال البنكه، كتجي من المعلومات اللي عندها. لان البنكه دابا انت السي اسامه عندك بنكه، عندك حساب بنكي، هذاك السيد اللي مكلف لك بالحساب ديالك كيعرف شي يدخل وشي يخرج في الحساب ديالك. دونك هو اللي عنده مصارن ديال الحاله الماليه ديالك، هو اللي عنده هذاك السيد. نفسي بالنسبه للشركات، ملي كنكون انا خدمت في بنكه، ملي كتكون خدام في بنكه كيكون عندك ما يسمى بلي فلو دو تريزوري. دونك كتشوف هذه دخلات هذه خرجات، هاد المصاريف هذه هنا، هاد المداخل هذه هنا، دونك تتعرف. وبالتالي الشركات اللي عليها ديون، الشركه اللي ما عليهاش ديون، اللي اكزاكتومون. وكتعرف القيمه ديال لي زافير. ملي الملك عباد الله والرجال الاعمال ديال الملك كتكون ماشي غير كيعين اللي كيترأس البنك المركزي وكيعين كيولي هو تيملك اكبر بنك في البلد. واش فهمتي؟ معناه ان عنده واحد الولوج للمعلومه الماليه دقيقه جدا. واكثر من هذا، كتعرف انه الاقتصاد المغربي ليس باقتصاد كبير، راه اقتصاد محدود. واش فهمتيني؟ بمعنى اخر، هذيك لي غران بروجي فين ما كيكون شي مشروع كبير، ما كاينش، لا يمكن ان يمول من طرف بنك واحد، لا بد خصو يكون كما كنقولوا كونسورسياليزي. سمحوا لي ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه، كيكون تشارك ديال عده ابناط. ولا بد، لانه تجاري وفا بنك اكبر بنك كاين في المغرب، لا بد تجاري وفا بنك غادي يكون في التمويل ديال جميع المشاريع الكبرى ديال البلاد. فبالتالي الا كنت انت مقاول كبير في المغرب، شي نهار غادي تحاسبوا معك صحاب التجاري وفا بنك. بمعنى اخر، رجال اعمال الملك غادي يعرفوا مصارف كاش فيهم. ونعطيك اكثر من هذا، هكذا باش وانا تشرات، هكذا باش وانا دارت. شنو هي وانا؟ لان ما كنبقى فيهم الحال، ما شراوش ماروك تيليكوم، فلتات لهم ماروك تيليكوم. وانا راه سميتو كريم الزاز، كان دار شركه ماروك كونيكت. وملي مشى طلب سميتو مشى طلب سميتو مشى يتسلف الفلوس من عند، مشى يطلب القرض مع التجاري وفا بنك. السيد اللي كان ديال اوناد حسن بومو، شاف الدوسي ديالو، شاف الملف ديالو، وقال لهم هذه بغيناها غنشريوها حنا.
واش فهمتي؟ دونك الناس ما خصهمش يشوفوا غير ان الملك تيعين، راه فتنا هاد سميتو، راه ماشي غير كيعين كيعين الناس اللي كيترأسوا الوكالات التقنينيه، لان هذا مجال، راه ماشي غير الوزارات، راه الوكالات التقنينيه راه هي اللي كتقنن، هي اللي كتحكم على هاد في هاد لاين اختي تتحكم في سميتو في القطاع ديال المواصلات. البنك المركزي راه سميتو راه سي اون اجونس دو ريغولاسيون، راه حتى هي راه سميتو راه وكاله تقنينيه تتحكم في الابناك، راه ماشي غير كيعينوا هما، راه داخل المصارن، راه عنده واحد المستوى ديال المعلومات دقيق جدا على جميع العمليات الكبرى الاقتصاديه ديال البلاد. راه هذا هو الخطر، وهذا الشيء اللي كان الجورنال كيكتب عليه، هذا الشيء اللي كنقول لك، راه الشيء اللي كنا كنقولوا اللهم هذا منكر، شي راه ما مزيانش. لماذا؟ لانه يتم الاجهاض، ماشي غير العمليات، يتم الاجهاض ديال الابداع، لانك تولي انت جالس، انت راه عندك الافكار، يمكن انت راك عبقري اكثر من ستيف جوبز، واش فهمتي؟ كتقول مالي انا القرع مشط ليه راسو، الا دخلت انا فهادشي غادي يجيو يطيحوا عليا، اللهم تتكا مع راسك، وبالتالي المغرب لا ينتفع ينتفع من عبقريتك. واش فهمتي بنقول؟ دونك وي باش نرجع عليك علاش اخنوش، القضيه اخنوش مهمه، لان اخنوش هو نتيجه ديال هذه العمليه اللي قلت لك، لان اخنوش جات تجاري وفا بنك عيطوا للسي امهال، قالوا ليه بون غادي تبيع سومي بي، غادي تبيعها الاخنوش الاقوى، وغادي تبيعها بهذا الثمن هذا، ولا ما بعتيهاش بهذا الثمن هذا، هذيك القروض اللي عندنا ما غاديش يتم التجديد ديالها. ومع تجاري وفا بنك اكبر بنك، بمعنى اخر ان امال ما كانش عنده خيار، ما كانش يقدر يمشي لبنك اخرى، لان الحجم ديال القروض كان بواحد الشكل اللي ما كانش بنك اخر كان يقدر يوقف معاه. حيت كتكون اصلا مشدود من ديك ما عنده كيدير، ما عندك ما. واش فهمتي؟ قالوا ليه غادي تبيع، السيد اضطروه انه يبيع، ومسكين سكت، باع داك الشيء ديالو، شد داك شويه الفليسات اللي عطاوه. مشى الامريكان. واكوا ما كانش عندها لي فون بروبر، ما كانش عندها راس المال الخاص ديالها هي باش تشري من عند امهال. منين جابت الفلوس؟ جابتها لان تعطات لها قروض من طرف التجاري وفا بنك. ها فين وصلنا دابا مع ثاني شيء اللي هو مهم بالنسبه لاخنوش، اللي دابا اللي فيه اللي خاص يكون لجنه تقصي فيها، هي القضيه ديال الاستيراد ديال البنزين. لانه كتعرف ان في المغرب من قبل كانت واحد الشركه سميتها لاساميغ كانت كتستورد البترول، كتتم التصفيه ديال داك البترول، التحويل ديالو داك الشيء، ها البنزين ها الغازوال ها هذه ومن تما كيجيو الشركات ديال التوزيع بما فيهم اكوا سومي بي اللي عندهم دي كاباسيتي دو ستوكاج، عندهم فين يستوكيو داك الشيء، كيشريو وكيبيعوا. فعلا كان سوء تدبير، وهذا الملف تنعرفوا لينا درستو، الملف ديال لاسامير فعلا ملي السعوديين شراوه تلعبوا فيه. الحقيقه هي هذه، الدوله ما ظلمتهمش، ملي جات الدوله وقالت لهم راه قلتوا غادي تستثمروا ما استثمرتوش هاي الى اخره ما كذباتش عليهم، وكانوا داروا فضائح في التدبير ديال لاسامير. دونك انا ما كنقولش انه التدخل ديال الدوله في لاسامير على لاسامير كان، ولكن اش وقع من بعد؟ حيدوا لاسامير، خلاوها حتى ماتت، كان وقع واحد الحريق اللي هو فيه ان، وما ما 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 الدوله ما بدلات حتى شي مجهود باش هذيك لاسامير تعاود تبنى ولا يتباع لشي حد اخر ولا شي حاجه. وشكون اللي تنفع من هذه القضيه؟ تنفعوا الناس اللي تيستوردوا البنزين. شكون اكبر مستورد ديال البنزين؟ هو اخنوش. واش فهمتي؟ بها باش اخنوش ولات هذه العظمه وهذه. دونك في ظل المخزن اخنوش كل ما كانت عنده الركيزه ديال الدوله ديال المخزن ما يكونش فد ما كاينش منافسه شريفه، ما كاينش منافسه، وحتى مجهود يعني فكره بحال اللي دار ستيف جونز، فكره ديالو اكزاكتومون. ما كاينش هاد الناس اللي كيخلعونا كيقول لك مقاولين، هذا كون كان كيضرب بصح ضربه وحده ما تسالي معاه، كون كان كيتنافس مع الناس اللي هما فعلا عندهم الكفاءات، راه ما يبقاش واقف في الرينغ، راه ما يمكنش، ما عندوش. وزياده على الموضوع ديال الاكسجين، راه ديك المره كان عندنا ضيف دابا قبل ما نوصل للاكسجين السي اسامه، دابا هادشي فين تفضح في القضيه ديال لان وهذا الشيء راه خصنا نشكروا عليه الزبزافي ونشكروا عليه الحراك الدريف. اش دار الحراك الدريف؟ راه فضلا عن الحراك الدريف اللي اضطر بعد الملكيه اضطرت ان تعين شي واحد على راس سميتو راس الكونساي دو لا كونكورونس، راس مجلس المنافسه، لان كتعرف انه المجلس المنافسه ما تعينش عليه رئيس من 2013 حتى 2018. ودابا ها انت عاوتاني كنهضروا على شكون اللي عنده السلطه، ودابا هذه الفلطه ديال من هذه، شكون اللي كيعين الرئيس؟ ودابا ما تنوضش تقول راه كاين هنا خلل في التدبير.
خلل في الحكمه. واش عيبه ما تقدروش تعينوا شي واحد من 2013 حتى 2018؟ كنتو كديروا من 2013 ل 2018 في واحد المجال اللي هو مهم جدا. لانه ملي كتقول لي انا عندي اقتصاد السوق، وهادشي تنعرفوه، اقتصاد السوق خاصو المراقبه ديال المنافسه. الا ما عندكش منافسه حقيقيه ما كيبقاش اقتصاد السوق، تيولي لا مافيا، كنوليو مع لي سوبرانو. فملي كديري كتقول لي انا عندي اقتصاد السوق، خاصك تكون عندك الوكالات المقننه، وخاص الدوله تلعب الدور ديالها ديال المراقبه ديال هذا السوق. وباش الدوله هذه اللي كيقول لك عصريه الى اخره، دارت لنا هما اللي داروا لنا الكونسي دو لا كونكورونس، داروا هذا مجلس المنافسه، دونك ما تعينش مولاه. بمعنى اخر انه الاقتصاد المغربي بقى بدون ماشي واحد الهيئه اللي تقدر تراقب واش التنافسيه حقيقيه ولا لا. فعلا. وعلاش 2018 جات بعد 2017 كان حراك الدريف، لان عاوتاني سخن عليهم الحال كما سخن عليهم الحال في 2011 وداروا الدستور، عاود سخن عليهم الحال في 2017. الناس هبطوا لهم الزنقه وبان لهم الطرح هذا، وصدقنا عاوتاني النموذج الاقتصادي ماشي هو هذاك. هادشي كله راه هادشي خوتنا الدريف هما اللي عطاونا، هما هذه الهديه ديال الناس الدريف. هادشي راه عطاوه للمغاربه، هذه هي المساهمه ديالهم من المساهمات. كاين مساهمات اخرى لينا حنا، لان تما نط السلطه بالهلاع ودارت هذه العمليات هذو، وقال لك حقا غادي يديروا نموذج اقتصادي. الوغ من قبل الريف كانوا كيقول لنا حنا صافي سالينا، عندنا احسن نموذج اقتصادي. شوفوا سميتو، شوفوا المطار د مراكش، شوفوا التي جي في، شوفوا هذا، زعما حنا وصلنا. حتى واذا به كيقولوا لنا عرفتي شنو، لا راه ما عندناش نموذج اقتصادي. لماذا؟ لانه وقع داك الشيء ديال الريف. غير باش نتمم لك استاذ، اش دارت لجنه، اش دارت هاد الكونسي دو لا كونكورونس، اش دارت هاد مجلس المنافسه؟ ملي اضطروا يخدموا، بداو كيخدموا شي شويه، علاش طاحوا على الفضيحه ديال المحروقات. دابا حنا في واحد الحاله اللي هي خطا، زعما واحد الحاله زعما الانسان ما كيتقبلهاش. الوزير الاول ديالك من الناس اللي خونوا 17 مليار للمغاربه. دابا ماشي دابا هذيك النهار كان كيقولها وهبي، وقبل ما يمشي ورا بصح السي اسامه، راه بصح هادشي ماشي حنا اللي تنقولوا، راه هما راه شاهدوا من اهلها. راه ماشي حنا اللي كنطاولوا عليهم ولا حنا اللي كنكذبوا عليهم، راه بوحدهم كيقولوا هاد الهضره هادي. والسيد والضمصات القضيه ما بقينا عرفناها فين وصلت. وداك وشنو هي، خاص الناس يعرفوا شنو هي طبيعه الجريمه ديال هاد 17 مليار. معنا كانوا كيضربوا لينا جيوبنا كلنا، هذه هي المعنى ديالها. ملي كتجي كتخلي واحد كيزيد في الثمن ديال البنزين وديال المحروقات بدون حق، معناتها بحال اللي تتقول ليه، هذه راه فايت اللي قلتها، بحال اللي تتعطيه دار الضريبه. تتقول لي هذيك دار الضريبه هذاك الشيء اللي غتاخذ، لان انت خاصك دير البنزين، ما عندك واش عندك اختيار؟ سي با برودوي دو لوكس، خاصك البنزين خاصك ديرو. دونك راه بحال الضريبه، وداك الضريبه غير الضريبه تخصصات الضريبه، عرفتي بحال الخصصه ديال دار الضريبه. باش الناس يفهموا شنو هو الاحتكار في الاقتصاد. الاحتكار